لو ناوي تروح المرور قريب عشان ترخص عربية جديدة أو تجدد رخصتك لازم تكون واعي جدا للي بيحصل جوه الوحدات. في شركات خاصة موجودة حاليا بتقدم خدماتها بأسلوب يخليك تفتكر إنها إجبارية ومن ضمن إجراءات الترخيص، لكن الحقيقة إن أغلبها اختياري وممكن يوفر عليك أكتر من 500 جنيه لو رفضتها. أول فخ ممكن تقع فيه هو طفاية الحريق. الموظف هيحاول يقنعك تشتري العبوة ال 2 كيلو لأنها أغلى، لكن لو عربيتك سعتها اللترية لحد 1595 سي سي من حقك قانونا تكتفي بالعبوة الواحد كيلو بس. لو صمم على الاتنين كيلو اطلب منه يروح للضابط المسؤول وهيمضي لك فورا على الواحد كيلو طالما قانونية لعربيتك. تاني حاجة هي الفيست الفسفوري والشريط العاكس. بعد ما تشتري شنطة الإسعافات هيحاولوا يبيعوا لك فيست وشريط ب70 جنيه، ودي خدمة اختيارية تماما مش لازم تشتريها عشان تكمل ورقك. ونفس الكلام بينطبق على كشف الموتور ب150 جنيه وكشف الكاوتش ب50 جنيه. هيقابلك شباب لابسين شيك كده وبيطلبوا منك الأوراق كأنهم موظفين مرور، ويقولوا لك اتفضل اعمل الكشوفات دي. ارفض فورا لأن دي خدمات شركات خاصة مش تبع الحكومة. كمان كتيب تعليمات المرور اللي ب20 جنيه ده اختياري ومش شرط للترخيص. وأكبر عملية دفع ممكن تتجنبها هي ال150 جنيه بتوع ستيكر خدمات الإنقاذ. الموظف ممكن يطلب منك تروح الخزنة تدفعهم، بس ده في الحقيقة اشتراك في شركة أوناش خاصة لو عربيتك عطلت على الطريق، ومن حقك ترفض الاشتراك ده تماما وتكتفي برسوم الترخيص الرسمية فقط. الهدف من الخدمات دي هي الربح، والشباب اللي بيعرضوها مدربين يتكلموا بثقة كأنهم جزء من منظومة المرور الرسمية. خليك فاكر إن أي حاجة غير الرسوم الحكومية الأساسية هي حقك ترفضه وتوفر فلوسك. شير المعلومات دي مع أصحابك عشان الكل يروح المرور وهو فاهم حقوقه ومحدش يقدر يفرض عليه خدمات مش محتاجها. تفتكر كام واحد ممكن يوفر فلوسه لو عرف المعلومات دي قبل ما يروح؟